شكرا ريم اكيد على فقره هل تعلم. مستمرين معكم مشاهدينا وفقره وجوه شابه لليوم رح نحكي عن الاصرار على العمل اكيد رغم كل الظروف اللي عم يمر فيها الشاب السوري. هو ملخص فيلم حمل عنوان كتيبة طافش يلي كان من تاليف وتمثيل واخراج مجموعه من الشباب سوريا الواعد. لنحكي اكثر عن هالفيلم معنا بالاستوديو اعضاء الفريق العمل ورح نتعرف على الشابين فراس حيدر وعزام علي. اكيد فراس هو المسؤول عن المتابعه الاعلاميه وعزام ممثل ومخرج. يا صباح الخير يا شباب. صباح النور. صباح الخير شباب، اهلا وسهلا فيكم. تمام الحمد لله. صباح الخير. عزام كتيبة طافش؟ كتيبة طافش انت صح انا هيك تمام. شو يعني كتيبة طافش؟ كتيبة طافش هو بيحكي عن الشاب السوري اللي عانى بالأزمة وكثير منهم اضطر يسافر برا البلد. نحن عملنا شيء مضاد له، انه طافشين نحن من كل شيء، من الحرب، من الغلا، من الأزمة، طافشين من كل شيء الا من البلد. طافشين جوا البلد. جوا البلد يعني من حلو. كل المعاناة اللي عم نعانيها نحن طافشين الا من البلد. حبيت ان شاء الله ان شاء الله. حلو. هلا رح ناخذ تفاصيل اكثر عنه بس ناخذ هيك نتعرف عليكم اكثر. عزام فراس انت المتابعه الاعلاميه للفيلم. انا مسؤول عن المتابعه الاعلاميه مثل تسويق فيسبوك وهيك قصص. هو بعد ما انشغل الفيلم بعد ما انت اجى دورك. ومشارك بالفكره وممثل بالفيلم كمان. حلو بتاع كله يعني. مين صاحب الفكره؟ وينه الكاتب؟ ليه ما جبتوا لنا اياه معكم؟ مين كاتب هلا الكاتب هو اسمه علي حسن. صباح الخير يا علي. هو الكاتب والسيناريو. علي عنده امتحانات اليوم. بالتوفيق. ليش قديش عمره؟ نحن طلاب على بس نحن جامعة خاصة لهيك امتحاناتنا مبلشين من اليوم. أعماركم قد ايه تقريبا؟ هلا أنا 24 أنا 25 والشباب متنوعين بين ال 22 وطالع. كلياتكم بس إنه آخر سنتين ثلاثة كلنا طلاب إعلام أخيرة. بالتوفيق. يعطيكم ألف عافية. طرح الفكرة عليكم كيف تقبلنا؟ يعني أنتم رفقات بالكلية فأكيد يعني هاي ورشة العمل تبعكم خاصة فيكم وأنتم موجودين، كل واحد جمع فكرة، كل واحد عمل خط لحاله. احكي لي عن هاي الترتيبات قبل ما نحكي عن أحداث الفيلم. هلا التنسيق كان يكون هي بداية كانت مزحة، إنه كل شاب عم يحكي معاناته بالأزمة، إنه أنا صار كذا معي، أنا صار كذا معي. بعدين إنه انطرحت الفكرة إنه شو رايكم نعملها فيلم نصوره نوصله لكل الشباب. يعني كل الشباب عم يعاني، كله قريب من حالتنا، خلونا نحاول ننشرها بين العالم ونزيد شغله انه نحن بدنا نضل بالبلد ما رح نروح. يعني قد ما ساءت اوضاعنا ما رح نطلع برا البلد. احنا حطينا اكثر من فكره، يعني كل واحد في حدا هو بيحب الرياضه كان معنا بالفيلم وعنده مشكله انه ما عم يقدر انه يوصل، ما عم يقدر انه بده يفوت ببطوله وقصص وهيك، فوصل لمرحله انه هو قال خلص انه بدي اروح اعمل شيء برا، فقلنا له لا خليك وروح شوي. جمعنا فكرته كانت مزحه واول شيء، فكتب اللي عم يدور براسه كتبه، رتبناهم مع بعض بسيناريو، فطلعت هو، فصار هو دوره بالفيلم نفس شخصيته زين يلي معنا هو رياضي بالفيلم ومشترك ببطولات هون. نفسه بالواقع حطيناه بقلب الفيلم وجسد شخصيته. وانت على شو حكيت؟ انا حدا بحب صور وهيك قصص، حدا بساير الكل وكثير صحبه مع الكل، فهن كلهم عندهم مشاكل بالبيت، فانا اللي بدي سايرهم، وحتى لو عم يكذبوا بقول لهم الاحتواء عندك بقى. هلا هن كثير بيكذبوا بالبيت، يعني هن كيف كانت الفكره؟ هن هيك بالحقيقه ولا انت بالفيلم هيك شو؟ هن كل واحد عايش هيك مثل بوتقه صغيره لإله وحاس حاله هو كثير مشهور فيها، بس برا ما حدا بيعرفه، فانا يلي عم حسسهم انه هن الناس كثير مهمين، بس هن اذا بيطلعوا برا البيت ما حدا بيعرفهم. هي كانت انت اللي بتنفخ بالعالم. انا اللي كنت انفخهم. هو اللي بيطنبر. انا انه هيك بتنبروا وكذا لا انتم بس خليكم يعني طيب بيطلع معكم. عزام قد ايه مدته الفيلم؟ الفيلم 23 دقيقة. بيتراوح بين البداية والشارات. هي كنا عاملين نحن فيها جرافيك، و يعني هو اخذ منا كثير شغلات، لانه اخر شيء حطينا نحن شيء وثائقي كمان فيه عن معاناة الشباب، وفي انه تشكيل الكتيبة اخذ معنا دقيقتين. تشكيل الكتيبة بالاخر انه نحن الشباب بعد ما تدمرت احلامنا، بعد ما حكينا، بعد ما صحينا وانه نحن بحرب، فنحن وقفنا كلياتنا حد بعض وصرنا نعمل بيان تشكيل كتيبة. حلو. انه خاص فيك. عم تحكوا عن هلا، يعني عم تحكوا عن معاناتكم هلا، ولا في هذا الخط اللي بنشوفه الضوء لبكره، انه انا عندي مشكله، عم تحكي عن شاب انه عندي مشكله بمجال الرياضه وحابب اعمل، بس عنده هيك ضوء لقدام انه رح يكون بالملعب. هلا نحن طرحنا المشكله والحل، انه عالجناها بطريقه دراميه. حلو. حكينا الواقع مثل ما هو، يعني علي حسن الكاتب هو بيكتب اغاني وبيكتب هيك، بس ما عنده هالفرص اللي عم تصير له. فهو اخذ هون كمان دور الكاتب، يعني ما حدا اخذ دور برا شخصيته.
فراس، الفيلم واضح انه هو موجه لشباب سوريا اليوم. تمام. فانتوا صورتوا منتجتوا صار جاهز، شو مفكرين تعرضوه وين وكيف توصلوا لهالشباب يحضروا؟ نحن بلشنا عرضنا، يعني ما لقينا كثير اماكن فيها تساعدنا، فرحنا شفنا كافيات فيها اكثر شيء بيرتادوا للشباب، فشفنا كافيه بساروجا عملنا عرض فيها، وشفنا كافيه كمان بالاماريه كمان عملنا عرض فيها، يعني فيها كيف ناس عم توصلوا للناس؟ يعني كيف عم تسوقوه؟ هلا هي اغلبهم معارف، يعني انت بس عملتي ايفنت على الفيسبوك وعملتي شخص قال لك شيء واحد قال للثاني حلوه الفكره، حلوة. بتعملي صوره معينه، بتعملي جرافيك معين، بتشدي العالم بدون ما يعرفوا الفكره، بصير العالم بده يعرف شو هذا اللي صار، يعني هو الاسم هو لحاله اسمه كمان هو الاسم لحاله هو لحاله بيشد، يعني لحاله. انا بقول لك تعال نحضر كتيبه طافش، فانت شو هذا لحاله بيسوق حاله، يعني فكره أنا بدي جدا روح. ذكيه. حلو كثير. قدمتوه ولا لسه؟ كعرض ايه بس بالكافيات لهلا بس عرض. قديش كانت؟ تفضل. سوري. هو من امتى بلشتوا تعرضوا تقريبا؟ تقريبا قلنا نحن مستلمين، نحن هلا تقريبا ضلينا شي 6 شهور بين ما صورنا وخلصنا، انه كان عندنا معاناه فظيعه. من شي شهر او شهر ونص بلشنا، عملنا عرضين لهلا. تمام. عزام، لما تقدم هيدا العمل كل حدا من الحضور بيقول لك انا بشبه فلان، كان بالرياضه، كان بالحياه، بالجامعه، بالسيرفيس، بالتاكسي، بالبيت. قديش لقيت صدى عند الناس بهذا الموضوع وسمعتوا هاي الملاحظات عندكم؟ هلا كثير نحن انبسطنا انه انشدت الناس له، يعني اي شاب عانى من مشكله معينه، في عالم بتخجل تطرحها، نحن طرحناها بكل واقعيه، انه نحن هيك، هي مشكلتنا وبدنا نحاول نحلها، وبدنا نحاول ما بدنا نتخبى وراء اصبعتنا. فكتير شباب تاثرت، يعني في شباب كتير انه تاخذنا على جنب، بتخجل تحكي قدام العالم، انه كتير حلو ناطرين ان شاء الله، واذا بدكم انا بعطيكم افكار، بحكي لكم قصتي اذا فيكم تفسروها. كل واحد مجلد ما شاء الله يعني عنا. الفكره اللي صارت معنا انه نحن اصلا 6 شباب يلي عم يحكوا 6 افكار و6 شخصيات بقلب الفيلم، يعني انت بلحظه مستحيل يمرق شخصيه بالفيلم ما بتشبه حدا برا، فكل حدا عم يلاقي حاله عم يقول فعلا انا هيك، يعني لا انا معناتها في اعمل شيء. طيب احنا نحن انه فيك تعمل شيء. شوقنا المشاهدين، هلا صرنا عم نحكي عن الفيلم كم دقيقة، صار وقت نشوف بقى مقتطفات منه وفوتو مونتاج عن هذا الفيلم، نتابعه معكم مشاهدينا ومكفين. عزام علي مو عاجبه شي، أرسطو الكتيبة وزعيم بس بالبيت. محمد شحادة بيعشق مبادئ حزبه، ولهلأ ما عرفنا لأنه حزب بينتمي بس قابض حاله زيادة. علي حسن أبو ريشة فنان ما حدا سمعان فيه، مشهور بس بالبيت. فراس حيدر بيقولوا له أبو كاميرا، بيعشق التصوير، مساير للكل، عنده أمل لمشروع كبير. زين جمعة رياضي موهوب، ما عم يلاقي فرصته بس لأنه مو مدعوم. محمد يونس آخر واحد رح نعرفكن عليه، بس بصراحة لهلأ ما عرفنا شو دوره. شو بدك جاذبة عند الصبح؟ هدي كاميرا، شو ضرب فلاش على عيونك؟ ايوه لا تسرقني، بطولتي بعد كم ساعة ها؟ لك صرت اخذ 3 بطولات ما شفنا منك شيء، شو اجاك منه غير التعتير؟ لك الله خيرك جرة الغاز اللي عندك، روح قول تبدات ابريشه، روح على السريع، روح هرول يلا. الله يعافينا ويعافيك. نحن قبل ما نروح لا اقعد بركي بيطلع معي بيتين شاش. شو مطلع جواز سفر؟ اي والله على السويد مو؟ لك وين في غيرك؟ بدك تهرب؟ شو بدي اقعد اسوي هون؟ اهرب مثل غيرك، لك حدا بيترك امه مريضة وبيهرب. وانت يا رفيق وين قيمك؟ ليه ما علمته؟ صح، عندي قضيتك الكبرى هلا تركيتك راحت رنا، خلص بنموت. تركيتك انك معك مأمن حالك؟ نحن لازم نشتغل. شو بدنا نشتغل والله؟ انا افكر شو لقيت لازم نحرق كل شيء بذكرنا بهالبيت الا هذا العنوان.
كأنه نسيتوا أهم شيء؟ ياسمين موجود جوا لسه. رح نبلش ببياض مثله؟ أكيد. يلا على الشغل. حطوا الأسى بقلوبنا مثل الرمى، رشوا على كل جرح ببلادي ملح. كنا بتمنى لو معنا 23 دقيقة زيادة لنتابعه ومتقول من الشارع للشارع. كتير برافو، يعني إذا لكم برافو قليل بيكون على هذا الجهد والتعب اللي عم تعملوه. عزام شلون ممثل ومخرج؟ يعني شلون ضبط معك؟ قدام الكاميرا ولا ورا الكاميرا ولا تقود الفريق ولا تمثل دورك؟ شو عم بصير معك؟ هي الفكرة إني أنا كنت ورا الكاميرا. أنا دارس مسرح وإعلام هلا، فإنه عندي خبرة شوي كانت فيها. دربت الشباب على التمثيل، على حركات رياكشن الوجه. كان عندنا مشكلة إنه واحد من الشباب ما التزم معنا فاضطر يطلع، كان قبل التصوير بيوم، فاضطريتني أنا أنزل بداله. بس هيك يعني هي مو حركات فنانين كبار بتصير عند الجداد الكبار. أنا اضطريت أنزل فيها، وأنا ما بحب يعني الظهور ورا الكاميرا، يعني حتى ما حسيت ما لبت لي. طيب الإمكانيات، نحن شفنا بالفيلم في فكرة كتير حلوة، في يمكن شوية شغلات كانت ناقصة ممكن بالصوت بالإضاءة، فتحكي لنا على الإمكانيات عزام، شو كانت متوفرة وكيف قدرتوا تشتغلوا فيها؟ الإمكانيات نحن كانت معنا يعني بسيطة كتير كتير. ما ساعدنا الإضاءة، قطع الكهرباء الدائم وخاصة بالشام القديمة. كانت تجي الكهرباء 3 ب3، يعني بدك تستغلي ضوء الشمس. هنا حصلا 3 ساعات ما في غيرهم بيجوا بالنهار تصور. زعلان 3 ب3 يعني زعلان انا مصرح انجاز هذا. فانه اضطرينا نصور، ما في مورد نجيب مولده ونصور وهيك شغلات، شيء بسيط. يعني حتى نحن ما عندنا انتاج، نحن دعم منا، نحن استاجرنا الكاميرات، دفعنا الشباب بين بعضنا استاجرنا الكاميرات. هي كانت فكره انه نساعد بعض نحن لنعمل شيء. انتم كطلاب بكليه الاعلام ما كان فيها جامعه تساعدكم يمكن؟ نحن جامعه خاصه بمعهد الشام العالي، مجمع السيده رقية. تمام. الامكانيات موجوده بالجامعه، بس نحن حبينا نشتغل شيء برا الجامعه. فراس، ما لاحظت في شيء ناقص بالفيلم؟ مثلا في كثير اشياء كانت ناقصتنا. العنصر الانثوي وينه؟ عم لمح العنصر الانثوي وينه؟ بس انتوا اللي بتعانوا يعني. بصراحه نحن دورنا على العنصر الانثوي بس ما عرفنا كيف بدنا نجيب بنت تسكن معنا بالبيت لحالها، احنا 6 شباب ما زبطت الامور. عملوا لها دور خارج البيت. طيب يعني انه لازم كمان تحكوا انه في شيء ناقص هون، يعني تحكوا على الاهل وعلى اذا بدنا نعمل لها دور خارجي بصيرنا نستاجر بيت ثاني، فهي مشكله كثير كبيره. لا تحيا 6 شباب لحالهم حلوه القعده كثير. هي في مشكلات كمان بالتصوير بالشوارع والخارجي، التصوير الخارجي لهيك ما قدرنا. وهيك قدرتوا تاخذوها؟ طبعا لا. ما قدرتوا تاخذوها. على فكره دائما الناس الشباب عم بيعانوا من هي القصه، مع انه عم بيطلعوا بنتيجه حلوه، يعني لازم يتساهلوا شوي نحن التصوير كله كان داخلي جوا بيت، فلهيك انه ما فينا صورنا شيء خارجي، مع انه كنا حابين كثير نصور شيء خارجي، وخاصه منطقه الشام القديمه انه فيها اثر، خاصه اذا وجهناه للشباب اللي برا البلد. دائما بس يشوف هاي المنطقه بيحن للبلد. احنا جوا البلد بنشتاق، عرفت شلون الشخص انه انا بدي افرجيك انه في حياه، انه انا موجود، انا صورت هون، انا قدرت اعمل شيء. يعني انا عملت لك فيلم 20 دقيقه، انت انه قدرت 20 دقيقه موجودين عندي، معناتها انا عايش، فيني اعمل شيء، موجود بالشارع، في حركه. يعني انا بدي ضوي على هدول كثير رسائل غير مباشره يعني بتطلع من هذا الفيلم غير الشيء المباشر. تحديدا كل صفه عم تلقوها على الشخص اللي بينظر النقاء، والشخص الرياضي واللي متحطم طموحه، وانت اللي بتعطي المعنويات حتى لو كانت كاذبه وعليه. حتى في عنا شخص انه كان بالبيت هو اللي بيضل ببهدلنا وبيضل بخانقنا، هذا اللي بينزع على الطبخه، عرفته؟ دائما بكل قعده لازم يكون في هيك شخص ما بدي اعمل لكم شيء، فبنبعته انه هو مثلا انه خلص ما في غيرك يطلع يجيب لنا خبز من برا البيت، لانه كلنا ما بنقدر نجيب خبز، فهو بيضل قامنا وكذا وهيك. فبيرجع على البيت بيلاقي قميصه مشقوق وقصص وما معه غير رغيف واحد، انه شو صار معك؟ اكل نصيبه بالفرن. والله شلحوني واخذوا الخبزات. عزام، شو في بعدين؟ يعني كتيبة طافش عملت صدى عند الناس، حتى عندكم انتم رضيانين، مبين ابتسامتكم انه انتم حاضرين ورضيانين. رح نوقف هون ولا رح نلاقي محور جديد نحكي فيه؟ لا هلا اكيد ما رح نوقف. هلا انا مشتغل قبل فيلم سيمفونية حمص، انعرض بجامعة البعث. هلا عملنا بعدين نحن طافش. الفكره لما شفنا عليها اقبال كثير، فالكل انه حاول يدعمنا ولو معنويا. معنويا طبعا.
فالكل دعمنا معنويا انه نحن معكم، نحن فينا نسوي، نحن فينا يعني في شباب بالسويد وبالمانيا، الشباب السوري اللي هاجروا هلا بالازمه، نحن مستعدين نترجم وننشرها. كيف ممكن ينشروها؟ على نشروها الانترنت؟ لا بالمجتمع اللي عندهم، يعني بالمانيا بالجامعات اللي عم يدرسوا فيها بالعالم. يعني هلا في صبيه من حمص بامريكا، فانه عندهم هن مهرجان بيصير افلام وافلام لطلاب الجامعات. ممكن تشارك فيه. قالت لي اذا بدك انا فيني ساعدكم ترجم كذا، بس نحن الاغلاط التقنيه اللي كانت كثير كبيره بالفيلم ما فينا نوجهه لبرا هلا. طب شو بتطلب هلا مثلا الكاميرا قدامك عزام من هدول الاشخاص اللي ممكن انه انا بحاجه لهي المساعده، انا عندي افكار، انا عندي كوادر حلوه، صحيح ما اننا ممثلين، نحن طلاب اعلام بالنهايه، انه لا بحاجه ممكن نرجع نعيد تصوير الفيلم لكن بتقنيات اعلى لنوصل الرساله لابعد مدى. بصراحه مو بس رساله مني انا، من كل الشباب السوري. كل الشباب السوري طبعا. الشباب السوري يعني لما بلشنا نحن نشتغل تفاجئنا انه في مخزون افكار رهيب، وكله قادر يشتغل اذا توفرت له الامكانيات، توفر له الدعم، توفر له كذا. بس بستغرب انه الافلام القصيره او بشكل عام شركات الانتاج ما بتتوجه للشباب. الشاب السوري محتاج حدا يدعمه ليشتغل. الشاب اللي ضلت بالبلد قادره انه تكون تعمل حمله اعلانيه قويه كثير. في المؤسسه العامه للسينما عم تقدم دعم للشباب بمشروع السينما شباب، ما فكرتوا تقدموا عليه فراس؟ يمكن ممكن سينما الشباب تاخذوا معداتهم وتصوروا من خلال معداتهم. هي القصه اللي كثير كركبتنا انه ما في حدا، انه عرفنا نحن وين بدنا نتوجه. يعني انا كشخص لحالي، فانه انا كنت بس بدي اجيب موافقات لنصور بمكان معين، فانه كثير تعبت ودورت، ما يعني مين ما سالتيه ما بعرف، روح لهنيك ما بعرف، انا ما في حدا يوجهني. يعني. ايه انه ما بعرف وين بدي اروح. طالع هون وقع هون، ماني عارفه وين بدي. اخر شيء انه خلص بليت بطلت بدي اصور، انه ممكن لاقي حدا انا انه يساعدني، بس بعد ما اتعب ما يعني على القليل انه يكون في شيء يبين للشخص انه انت وين بدك تروح. للشاب انه انت عندك ترسم لازم تروح لهذا المكان، انت حدا بدك تصور او عندك فكره وعندك سيناريو بدك حدا يستغل لك اياه، انه يكون في حدا بس يقول له انت وين بدك تروح. ليش هذا التوجيه ما بيعطوكم اياه اساتذه الجامعه او المعهد اللي انتم فيه؟ هلا انا خريج، بدك تسالي عندهم هن بالجامعه. شو يا زلمه؟ هلا نحن في توجيه من الدكاتره وكثير بيساعدونا، انه هلا في الدكتور احمد الشعراوي بيجي بيشوف دائما بنقدم له السيناريوهات، انه اعطينا رايك كذا، بيعطينا الكوادر، الكاميرات، الشغلات، بيساعدنا. لكم وين لازم تروحوا مثلا موافقات كذا؟ الموافقات ما بيعطونا. مؤسسه السينما بالذات بتعطينا بس على يوم واحد، يوم واحد ما فينا نحن نشتغل الكاميرات ونشتغل كل شيء. اكيد بنتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونحن من هذا الاستوديو البسيط اللي عنا حاضرين لحتى نعرض لكم كل نتاجاتكم الحلوه، اذا عم تفكروا تعملوها مثل سلسله وكتيبه طافش. شكرا كثير لك. في فكره هيك؟ طافش 2 يعني كم يعني فتره صغيره وبشوفوا الضوء. اتوصلوا لنا باب الحاره هلا. لا هلا هو ما في باب الحاره، بس انا لك شيء سريع. انا بطاش عرضت لك 6 مشاكل ل6 شباب، بس في مشاكل عرضت لك الحل. بس انا يعني كان بدنا نعرض كل حدا شخص لحاله قصه، بدنا نمشي بشيء ونسلط الضوء على شخص هذا شو عمل بعدين. بالتوفيق لك فراس عزام، وتحياتنا لفريق عملكم بالكامل، يعطيكم العافيه. شكرا كثير لكم شباب، وشكلها الكتيبه رح تكبر، كتيبه طافش. نحن بانتظار الشخصيات الجديده. مشاهدينا رح نترككم مع فاصل وراجعين.